تخيل كده انك تقف تتجمد في مكانك لحد ما تموت من غير لا برد ولا رعد ولا كهرباء ولا اي حاجة خالص تيجي جنبك. عارفين مثلث برمودا وخطورته؟ دي بقى منطقة ما تقلش خطورة عنه، ده في علاقة ما بينهم مشتركة هتعرفوها معايا لو كملتوا الفيديو. والمنطقة دي بيسموها المنطقة المحرمة على البشر والحيوانات، وبيسموها المقبرة الجماعية. وعايز اقول لكم ان كل اللي اتجرأ ودخلها اختفى بشكل غامض او مات موتة بشعة. وكترت كمان حوالين المنطقة دي الاقاويل واللي قالوا عليها ان فيها نظرية من نظريات المؤامرة، واكد البعض انها حلقة التواصل مع الفضائيين ومع البشر في الارض، وده الموقع اللي الفضائيين حددوه في الارض. كل ده واكتر بتضمه ابشع بقعة معزولة عن العالم الخارجي، واللي بيخش جواها بيتمحي من الوجود كأنه مجاش. لو عايز تعرف ايه المنطقة دي وايه اللي بيحصل جواها تابعوا معايا الحلقة دي. رامز عادل وده المغبقنجي. الحكاية كلها بدأت من منطقة موجودة في صحراء في شمال المكسيك، والمنطقة دي اسمها حزام الصمت. والمنطقة دي عملت ضجة كبيرة جدا من أول ما اكتشفوها، وفجأة كل الناس بقت بتسأل عن سرها الغامض، وبقى بيجيلها العلماء والمستكشفين من كل مكان للبحث عن إجابات عشان تسد الفضول اللي جواهم. بس فضل السؤال ده بيدور ويزيد، ايه لغز المنطقة دي وازاي قدرت تاخد صيت كبير في العالم بالشكل ده، مع انها كانت زمان عبارة عن قاع محيط مغمور بالمية ومحدش كان يسمع عنها. وفضلت منطقة حزام الصمت بعيدة عن الانظار على مر عصور كتيرة جدا، وكانت مستخبية ومحدش يعرف عنها حاجة نهائي. بس سرها ده مفضلش كتير، وفي سنة 1930 ظهرت أول إشاعة على المنطقة دي لما حصلت صدفة غريبة، واضطر الطيار المكسيكي فرانسيسكو سيربيا إنه يقوم بعملية هبوط اضطراري لما لاحظ تصرفات غريبة في الطيارة لما كان طاير فوق المنطقة دي بالذات. وبدأت أجهزة الراديو والاتصالات والمعدات اللاسلكية كلها بقت بتتعطل بطريقة مش مفهومة، وكانت أول مرة يحصل له اللي بيحصل ده. وبدأ يفقد السيطرة على الطيارة وكأن في حد مكانه هو اللي بيسوق. وبدأت الأسئلة تزيد عن السبب، علاقة اللي حصل معاه بالمنطقة اللي هو طاير فوقيها، لحد ما جه بعدها صاروخ أتينا اللي شعل الدنيا. والكلام ده كان بعد مرور 40 سنة من حادثة سيربيا. وانطلق الصاروخ الأمريكي ده من قاعدة صواريخ اسمها وايت ساندز الموجودة في ولاية نيو مكسيكو، لما قرر الجيش الأمريكي إنه يختبر صاروخ أثينا. وكان من المفترض إن الصاروخ ده يمر جنب منطقة حزام الصمت، لكن قبل ما يوصل للهدف المحدد ليه حصل عكس كده تماما. وأول ما وصل ناحية حزام الصمت غير مساره وشق طريقه لمنطقة حزام الصمت ووقع جواها بشكل مريب وانفجر. والحادثة دي جننت الجيش الأمريكي، وبعتوا فريق من المحققين التابعين للقوات الجوية الأمريكية ومعاهم مستكشفين وعلماء كتير عشان يعرفوا ايه اللي حصل وازاي الصاروخ ده ما راحش على الموقع المحدد ليه واشمعنى نزل في الحتة دي. وقعدوا كمان يدوروا في الحيطان بتاعة الصاروخ، لكن وقتها اكتشفوا مفاجأة كبيرة جدا، هي ان صاروخ أثينا ما كانش الصاروخ الوحيد اللي اتحطم جوه المنطقة دي. دول لقوا بقايا لصاروخ تاني اسمه ساترون. اللحظة دي قررت الحكومة الأمريكية إنها تكشف السر، وقعد الباحثين عشان يقوموا بدراسة ظواهر المنطقة دي. بس اللي حصل معاهم كان غريب وقتها جدا وغامض لدرجة تموت. التواصل اللاسلكي جوه المنطقة انقطع عنهم وكان شبه مستحيل، حتى إشارات الراديو اختفت. ده غير كمان
خاصية الجي بي اس كلها وقفت، وما قدرتش حتى الأقمار الصناعية تلقط أي حاجة جوه المنطقة دي، وكانت المنطقة أشبه بالجنون. ده حتى الساعات اللي كانوا لابسينها اتوقفت فجأة عن الدوران، والبوصلة ما كانتش قادرة تحدد الاتجاهات، والموضوع كان مرعب جدا. ومن أغرب الحاجات اللي تم اكتشافها جوه منطقة حزام الصمت بأنها بتقع على نفس خط العرض مع مثلث برمودا، زي ما قلتلكوا في أول الفيديو إنهم على نفس الخط، يبقى أكيد في ما بينهم ترابط مشترك بس مش معروف نوعه إيه. والعلماء شبهوه بالترابط المغناطيسي اللي بيجذب الأخطار بشكل غير مفهوم، فبقت المنطقة دي بتمثل نفس قوة مثلث برمودا بالظبط، بس على الأرض مش في البحر. واكتسبت منطقة الصمت شهرة مرعبة، وبقى كل العلماء والباحثين خايفين حتى يخطوا برجلهم جواها، ده لأنها ما فيهاش أي إشارات، والتواصل جواها كان معدوم ومستحيل، وده خلاها منطقة غايبة عن الوعي الإلكتروني، عشان كده لقبوها بحزام الصمت. ده غير الموت الجماعي للحيوانات اللي بتدخل جواها وما بتعرفش تخرج تاني أبدا. ده حتى الطيور اللي بتملك بوصلة بيولوجية وبيقدروا يغيروا اتجاهاتهم كان بيحصل لهم حاجات غريبة، وكأنهم دخلوا جوه قفص بس من غير حديد، ومش عارفين يخرجوا منه أبدا لحد ما يموتوا جواه. والغريب بقى في الموضوع إن مفيش أي سبب للموت الجماعي اللي بيحصل للحيوانات، ولا في أي تدخل لآثار إنسانية أو الصيد، ولا في حتى أي أثر لحيوانات مفترسة. وده لأن الحيوانات كانت بتموت سليمة وعلى بعضها من غير خدش واحد. واللي زود الموضوع حيرة وغموض هو ابتعاد النسور والسباع عن أكل الحيوانات اللي بتموت جوه المنطقة دي، وبتفضل الحيوانات اللي بتموت على حالها لحد ما تتحلل في نفس شكلها. حتى الطيور اللي بتطير في أسراب لمسافات طويلة وبتعتمد على الأقطاب المغناطيسية بالأرض لتحديد طريقها بتيجي عند المنطقة دي وبيحصل لها خلل واضطراب غريب، يبدأ السرب بأنه يتفرق وكأنهم بيهربوا من حاجة مش موجودة. وبعض الطيور تصاب بالهلوسة وبتفقد اتزانها، وبعد كده بتخبط في أي حاجة بتقابلها وبتقع جوه المنطقة دي وما بتقدرش تخرج منها تاني لحد ما بتموت. دي حتى السلاحف بتتصاب بالجنون بمجرد ان رجليها تعتب جوه المنطقة دي، وبتتقلب على ظهر صدافتها الضخمة فجأة في مشهد مش مفهوم، وبتفضل في اتجاه الشمس لحد ما تتحرق وتموت في مكانها. وفضل الحال كده لحد ما سنة 85 راحت رحلة استكشافية لمنطقة حزام الصمت، وكان من المفروض انهم يقعدوا لمدة 10 ايام، لكن ده ما حصلش. واللي حصل جوه المنطقة خلاهم ما يقدروش يقعدوا الا 3 ايام بس، ورجعوا جري من الخوف، وحكوا انهم عانوا من هلوسة وارهاق شديد جدا، ومحدش كان عارف سبب اللي بيحصل، وان السما في المنطقة دي كانت بتظهر بشكل مرعب جدا لما الدنيا كانت بتليل، وكانوا بيشوفوا حاجات مش مفهومة بالنسبة لهم. وبعد انتشار القصة دي في العالم راحت بعثات تانية كتير، بس كانوا بيرجعوا بنفس الأسباب ومحدش فيهم كان بيقدر يكمل، لحد ما كان في بعثة من دول كان معاهم كلب حراسة مرافق ليهم، والكلب ده أول ما دخل المكان اتجنن وبقى بيعمل تصرفات أول مرة يشوفوها، وظهرت عليه أعراض خوف وذعر رهيب، وبدأ يتصرف بشكل غير طبيعي، وبقى بيبص في الفراغ كأنه شايف حاجة هم مش شايفينها، وكان بينبح جدا وبيلف حوالين نفسه في دواير ما بتنتهيش، لدرجة انه حاول يعض ديله. وتاني يوم الصبح ما لقوش الكلب رغم محاولاتهم المستميتة في الوصول ليه، بس ما عرفوش هو راح فين ابدا. وطبعا كان في حكايات كتير طلعت من السكان المحليين اللي عايشين قريب من حزام الصمت، وقالوا انهم بيشوفوا اجسام دائرية غريبة بتطير فوق المنطقة شبه الأطباق الطايرة، وقالوا كمان ان في سحب بألوان كتيرة من الدخان
وحاجات تانية شبه الألعاب النارية بتظهر فوقيهم بشكل غريب وعمرهم ما شافوها قبل كده. وقالوا كمان إن في طيارة هبطت بشكل عمودي ونزلت على أرض حزام الصمت جوه، بس محدش شاف إيه اللي نزل من جواها وإيه اللي خدته وطلع مرة تانية. وحاجات أغرب زي إنهم بيشوفوا كرات نارية بتتشكل في السماء وبتختفي في ثانية واحدة، وشجر بيتحرق وفجأة بيطفي لوحده وكأن مفيش حاجة حصلت. وحاجات تانية من هذا القبيل بتنم إن المنطقة دي فيها حاجة مش طبيعية. ده غير إنهم شافوا علامات غريبة متوزعة على أطراف المنطقة شبه نقوش قديمة زي بتاعة المصريين، برغم التأكد من عدم وجود حضارة في المنطقة دي أصلا قبل كده. والموضوع اتطور أكتر من كده بكتير لما طلع تقرير بوجود 3 مخلوقات غريبة شبه البشر موجودين في المنطقة دي بشكل مستمر، وهم ذكرين وأنثى. وأكدت العيلة اللي ساكنة هناك دي إن ال3 دول بيجولهم من وقت للتاني وما بيطلبوش حاجة منهم غير المية. ولما قررت العيلة دي تسألهم جايين منين، قالوا لهم من فوق. والموضوع ده اتكرر مع أكتر من حد تاني، زي إن كان في باحثين في منطقة حزام الصمت بس وهم راجعين الجو قلب عليهم فجأة وجت عاصفة مطرة عطلت عربيتهم وسط الطين. وبعد مرور وقت قصير ظهرت لهم الشخصيات دي بنفس المواصفات وساعدوهم، ولما جم يشكروهم ويلفوا حواليهم ما لقوهمش. برغم ان منطقة حزام الصمت مكان مثالي لمهربي المخدرات والمجرمين، الا انهم ما كانوش يستجروا يقربوا منها، لان اللي كان بيقرب منها كان عارف ان دي نهايته. وطبعا طلع نظريات كتيرة لكشف اللغز ده، غير طبعا النظريات الكتيرة اللي طلعت بتتهم الحكومة الأمريكية بنظرية المؤامرة، وإن المكان ده موقع للمخلفات النووية اللي هم مكتمين عنها. وطبعا بعد ما الموضوع كبر وتسرب أخبار كتيرة عن المنطقة دي، بدأ المخرجين والمنتجين بإنتاج أفلام سينمائية كتير بتحكي عن كل الرعب اللي بيحصل في المنطقة دي. وبقت المنطقة دي هي المادة الخام للكتاب عشان يبنوا عليها أفكار كتير. وطبعا المشاهدين عايزين يتفرجوا على الرعب الممزوج بالواقع. وفي النهاية كل القصص دي والظواهر اللي دارت حوالين منطقة حزام الصمت هي قصص غامضة ومرعبة لأبعد حد، وده خلاها مجموعة غير محدودة من ألغاز العالم، واعتبرت واحدة من الأماكن اللي بتبين جهلنا لحد دلوقتي بالعالم اللي احنا عايشينه. وأكيد لسه في ألغاز كتيرة هتظهر مع الوقت. بصراحة كده رغم كل التفسيرات المحتملة دي كلها، إلا إن فضل لغز منطقة حزام الصمت أصعب من الأول بكتير. وهل يا ترى في حد فيكم عنده تفسير اللي بيحصل في منطقة حزام الصمت غير كل التفاسير اللي أنا قلتها لكم؟ يا ريت اللي عنده أي حكايات تخص المنطقة دي يكتب لنا في الكومنتات. أما بقى اللي عنده أي سؤال أو اقتراح برضو يسيبه هناك وأكيد هشوفه وارد عليه. واللي حابب يشوف باقي الحلقات هتلاقوها ظاهرة قدامكم فوق دلوقتي لو انت بتتفرج على اليوتيوب، ولو انت بتتفرج على أي منصة تانية هتلاقوا اللينك في أول كومنت تحت الفيديو. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير للحلقة لو عجبتكم، وما تنسوش تتابعوا حساباتي اللي موجودة في الديسكريبشن تحت الفيديو. واوعوا تفتكروا ان دي النهاية، لسه في كتير، هنتقابل تاني، استنوني. رامز عادل وده المغبقنجي.